6 أعمال مهمة جدا في يوم عرفة، لا تفوتكم هذه الأعمال العظيمة جدا في يوم عرفة المصادف الأربعاء القادم إن شاء الله 9 ذي الحجة. أول هذه الأعمال الغسل، يستحب للمؤمن في يوم عرفة أن تغتسل لله، وهذا الغسل مثل غسل الجمعة وغسل الجنابة، تغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. نية هذا الغسل تقول أغتسل يوم عرفة قربة إلى الله. وقت هذا الغسل يكون بعد الفجر وينتهي ما قبل المغرب، يعني وقت مفتوح لك. وأفضل وقت لهذا الغسل هو قبل الزوال، يعني قبل صلاة الظهر، وهو مجزي عن الوضوء، يعني تقدر تصلي بصلاة واجبة وصلاة مستحبة، وفيه ما فيه من الفضل. هذا الغسل في يوم عرفة. والعمل الثاني أيها الأخوة الصيام، يستحب للمؤمن في يوم عرفة أن تصوم لله عز وجل، فإن الصيام يعادل 2 كما دلت عليه رواية إمامنا الصادق عليه السلام، يعني كأنما صايم لله عز وجل 24 شهر. ولكن يشترط في هذا الصيام ألا يضعفك عن العبادة والدعاء، فإذا أضعفك عن العبادة والدعاء فإنه يكره الصيام في يوم عرفة. هذا العمل الثاني. والعمل الثالث وهو أهم الأعمال أيها الأخوة، زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، فإنها تعدل 1000 حجة و1000 عمرة و1000 جهاد، بل تفوقها. وإليك رواية إمامنا الصادق عليه السلام يقول: من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له 1000 حجة مع القائم عليه السلام، و1000 عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وعتق 1000 نسمة، كأنما تعتق 1000 عبد لوجه الله عز وجل من زار قبر الحسين عليه السلام. وفي رواية أخرى وهي عظيمة جدا يقول: إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين عليه السلام قبل أهل عرفات، ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم. من زار قبر الحسين عليه السلام في يوم عرفة. روايات كثيرة جدا عن أهل البيت عليهم السلام عن فضل زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة. هذا اللي يستطيع زيارة الإمام الحسين عن قرب. أما إذا لم تستطع زيارة الإمام الحسين عليه السلام عن قرب، عن بعد، بإمكانك أن تزور الحسين وأنت في بيتك. أكو زيارة مخصوصة للإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة موجودة في كتاب مفاتيح الجنان وضياء الصالحين. هذا العمل الثالث. والعمل الرابع أيها الأخوة أن تصلي ركعتين بعد فريضة العصر في يوم عرفة. بعد ما تصلي صلاة الظهر والعصر تصلي لك ركعتين، ولكن يستحب أن تصلي هاتين الركعتين تحت السماء، يعني ما موجود فوقك سقف، يعني تقدر تصليها فوق السطح إذا موجود ظل، أو بالحوش مالتك تصلي إذا موجود ظل، تصلي ركعتين مثل صلاة الصبح. نية هذه الصلاة تقول: صلي هاتين الركعتين قربة إلى الله. تقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد الفاتحة التوحيد مرة واحدة بسيطة جدا. وفي الركعة الثانية بعد سورة الحمد الفاتحة قل يا أيها الكافرون كذلك مرة. بعد ما تتم هذه الصلاة ترفع ايدك إلى السماء وتقر بذنوبك أمام الله عز وجل. هاي العمل الرابع. والعمل الخامس أيها الأخوة أن تصلي صلاة أمير المؤمنين عليه السلام 4 ركعات. تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، و50 مرة سورة التوحيد قل هو الله أحد. وبإمكانك أن تصلي هذه الصلاة وأنت جالس. والصلاة تصلى ركعتين، يعني مثل صلاة الصبح إيش قد؟ مرتين. كل ركعتين فيها نية، تقول صلي هاتين الركعتين قربة إلى الله، تكبر تقرأ تشهد وتسلم. وكذلك في ركعة الثالثة والرابعة. وقت هذه الصلاة من بعد الفجر وينتهي ما قبل المغرب، وفيها ما فيها من الفضل، صلاة أمير المؤمنين في يوم عرفة. والعمل الأخير أيها الأخوة أن تكثر من الدعاء لله عز وجل بالتقصير أمام الله عز وجل. وأفضل دعاء يقرأ هو دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة. تجده هذا الدعاء موجود في كتاب مفاتيح الجنان وضياء الصالحين. فهذه الأعمال ال6 في يوم عرفة لا تقصروا منها، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. وأرجو من جميع الأحبة الأخوة والأخوات مشاركة هذا المقطع ليصل إلى الجميع، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.